الآخر متدخل النائبة المحترمة الأستاذة نبيلة منيب. سيد الرئيس المحترم، السيد الرئيس، السيد الوزير، أتشرف باسم الحزب الاشتراكي الموحد أن أتناول الكلمة في نقاش مشروع قانون متعلق بمهنة المحاماة. في زمن الدوس على القانون الدولي والإنساني من قبل الدولة العميقة العالمية والمآسي الناتجة عن ذلك، يرجع وبقوة دور المهن القانونية وتطويرها، وفي قلبها مهنة المحاماة، والتي توجد في صلب ضرورة إصلاح منظومة العدالة بما يعزز الثقة فيها وخدمة المتقاضين والمصلحة العامة. وبمناسبة تقديم هذا المشروع، تفرض علينا الذاكرة الوقوف عند المواقف البطولية لهيئة المحاماة في مواجهة الاستعمار وفي رفع الظلم والاستبداد والتعسف في أحلك مراحل التسلط ببلادنا. فما هي أسباب نزول هذا المشروع، وما هي المصالح التي يتم الدفاع عنها إذا لم تكن مصلحة المواطنات والمواطنين في المحاكمة العادلة وحق المهنة وأدوارها في تحقيق العدالة بمفهومها الشامل؟ فأي بناء مجتمعي تسعون لتجسيده، وأي بصمة تودون تركها، لأننا كلنا إلى زوال بعد التضييق على مهنة العدول وعلى مهنة الدفاع وعلى دور المجتمع المدني والنيابة العامة في مواجهة الفساد وتبديد المال العام عبر العديد من القوانين، بالإضافة إلى فضيحة الاتفاقية المبرمة بين الموثقين المغاربة وهيئة محاماة الكيان الصهيوني. تشرعون الانفتاح بدون سقف حتى على المحامين والانفتاح على المحامين الأجانب. كيف يتم التجرؤ على اللغة التي تشكل أمرا سياديا للدول لا يمكن التنازل عنه، علما بأن التنظيم القضائي في المادة 14 منه ينص على أن التقاضي يجب أن يكون بإحدى اللغتين الرسميتين؟ كيف يسمح بضرب الحقوق المكتسبة؟ وكيف يسمح بالتدخل في هيكلة المهنة وضرب حق المحاماة في تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي وحصر الترشيح في ولايتين لأعضاء المجالس؟ كيف يسمح بتفكيك مفاصل المهنة والتدخل في التكوين وفي القسم؟ كيف يمكن ربط تمثيل الأطراف ومؤازرتهم بطبيعة المسطرة أو نوع القضية، وهو أمر مخالف للدستور والمواثيق الدولية؟ من غير المقبول التشديد في التأديب والمساس بالحق في الاحتجاج السلمي ولجم المرافعة المستقلة وحرية التعبير واعتقال المحامي قبل إشعار هيئة النقيب والمساس بحصانة مؤسسة النقيب. إذا لم يكن هذا تغول تشريعي فماذا يمكن تسميته؟ شكرا السيدة النائبة المحترم. نمر الآن إلى عملية التصويت على المشروع القانون. أعرض عنوان المشروع للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون 163، المعارضون 57.